دي حياتي وده الجحيم اللي انا عايش فيه بقالي فتره، واللي فجاه صحيت لقيت نفسي قاعد في نصه. الحكايه اللي بدات لما بنتي حاولت تقتل اخوها الصغير، لكن الرعب الحقيقي ما كانش في اللي عملته، الرعب الحقيقي كان في الحاجه اللي احنا اكتشفناها بعد كل ده، وان بنتي ميته من 6 شهور. استنيت لما خلود نامت جنب عمر ودخلت الأوضة لوحدي، قعدت على الأرض قدام الدولاب وفضلت صاحي للصبح ومفيش حاجة ظهرت. اتجننت، فضلت أصرخ ونادي واجهيني اطلعي لي، فضلت أخبط على الدولاب بإيدي لحد ما دراعي ازرق وفتحته بسرعة كان فاضي. من غضبي ويأسي نزلت أجيب شاكوش من تحت وفضلت أكسر في الدولاب حتة حتة لحد ما بقى كوم خشب على الأرض. من يومها عمر قال لي إن شاهندة ما ظهرتش تاني. عمر بقى حزين عشان ما بقاش يشوف أخته، لأن شاهندة هي اللي كانت بتجيبها له، وأنا محبوس في بيتي بين الحقيقة اللي نسيتها والخيال اللي أنا عايشه. مش عارف المشكلة كانت في الدولاب اللي كسرته، ما كنت كسرته من زمان، ولا المشكلة كانت في بنتي اللي راحت، ولا المشكلة فيا أنا عشان مش عارف أتقبل الواقع. لحد النهاردة كل ليلة قبل ما أنام بحس بحركة خفيفة في الأوضة، وبشوف طرف خيال أسود بيختفي بسرعة أول ما أفتح النور. ساعات بحس إني هتجنن ولا أنا بيتهيألي، ساعات بحس إن ده تمن غلطتي لما جات لي تستنجد بيا من الأول. لحد ما جه يوم وأنا قاعد في الصالة لقيت عمر بيجري على الأوضة وبيقول حاضر يا طنط شاهندة، أنا هخلي بابا يجي يلعب معانا بكرة.